السلام عليكم، تحياتي الإخوان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحية لجميع المغاربة من داخل البلاد وخارج البلاد، وتحية للجالية المغربية المقيمة بهولندا. إذا كما كتشوفوا غادي نتكلموا على المجموعات ديال كأس إفريقيا اللي غادي تقام في المغرب في شهر مايو. أقل من 17 سنة مرة أخرى. المغرب هو حامل اللقب، اللي كدها مرة أخرى ضد فريق المالي، اللي ربحنا ضد الفريق المالي في النهائي. فأقل من 17 سنة اللي كان عمل واحد الدوري استعدادا ل دار الدوري ديال شمال افريقيا، واللي فاز به بطل كان شمال افريقيا، اللي فاز على الجزائر 3-0، تونس 2-0، مصر 2-1، وليبيا 3-1. ليبيا لعبنا معاهم غير بالفريق الثاني، فكان ديك الساعه كانوا ديجا المغاربه بان كانوا عارفين بان غادي يديو هاد التروفي، هاد الدوري هذا. فاذا ضربت القرعه مره اخرى، قلت لك القرعه مره اخرى. الدوري اللي غيتقام في المغرب، فغادي نشوفوا. حطينا تحطت القرعه، تحطوا المساخط بوحدهم. وتحطوا وحدين اخرين عاود هيدا ديال التشارمين بوحدهم. المهم، خلونا تعليق واش كظنوا في القرعه. اذا القرعه كالأول، كالتالي. كاينة المجموعة اللي فيها الكوت ديفوار، الكاميرون، أوغندا والكونغو. الكوت ديفوار، الكاميرون، أوغندا، الكونغو. نقدر نقول لك جوج ديال الفرق اللي يا الكاميرون كوت ديفوار، يا غادي نشوفهم اللي يقدروا يدوزوا من هاد المجموعة. خلونا نقولوا لنا شكون يقدر يدوز المجموعة. المجموعة التالية هي مالي، الموزمبيق، تنزانيا، أنغولا. يعني مجموعة ما في المتناول ديال مالي والموزمبيق على ما كنظن، أو لا، مالي أنغولا، ولكن كنظن مالي موزمبيق. أما المجموعة ديال المغرب، أسيدي رانا برع. المغرب، مصر، تونس، إثيوبيا. يعني مصر عاود جابوها معنا. مصر ضربناها في جميع الفئات، ما عمرها ربحتنا. مصر من الكبار للصغار. الكبار واحد المره زوروا العقده ديالهم في 2017، عقلتوا على ديك الماتش 2-1 ديك اللي غدرنا به. محمد صلاح ديك الاصابه اللي ضيعها، كنا وقيله بينارتي، وقيله ياك ضيعنا بينارتي في الدقيقه الاولى ديال اشرف حكيمي، وقيله. اما احنا دائما كنخرجوهم كاس العالم، دائما كنخرجوهم كاس افريقيا الكبارين والشبان، اقل من 17، اقل من 20، اقل من 15 في الالعاب المدرسيه. المهم طحنا معاهم مره اخرى، عقلتو في الاولمبياد 6-0 عاود. فمسار دائما كتاكل، فهما متخوفين. المغرب، مصر، تونس، اثيوبيا. اما المجموعه ديال المساقط اللي طاحوا فيها اوكستان مع، يعني دولة الجزائر، مع جنوب افريقيا اللي هي حتى هي كتناور كت كيساعدوا الجزائر وجنوب افريقيا، يطيحوا مع السنغال. طاحت الجزائر، السنغال، جنوب افريقيا وغانا. خلونا الرأي ديالكم، اش كظنوا في هاد المغرب راه كان داز ديجا، لان غيتنظم هاد الكاس غيتنظم في المغرب. فهنايا كاينه ثلاثه الفرق اللي عندهم وقيله جوج ديال لي تروفي. غامبيا جوج، نيجيريا جوج، وغانا جوج، والمغرب دا واحد كان خسروا في النهائي ديال هادي عامين. مصر وقيله عندها واحد، الجزائر ما عندهاش، السنغال عندها واحد وقيله، جنوب افريقيا واحد. هادو اللي عندهم ديجا هاد لاكوب هذا. فغادي نشوفوا المنتخب المغربي ان شاء الله بقياده المدرب الجديد الفرنسي، في هاد الدوري اقل من 17 سنه، ونتمنوا لهم التالق. اذا كالتالي كما قلت لكم، نعاود لكم هاد المجموعات. مجموعه المغرب فيها المغرب، مصر، تونس، اثيوبيا. المجموع ديال الجزائر فيه الجزائر، السنغال، جنوب افريقيا، غانا. والمجموعه ديال كوت ديفوار فيها الكوت ديفوار، كاميرون، اوغندا، كونغو. والمجموعه ديال مالي، الموزمبيق، تنزانيا وانغولا. وغادي نشوفوا الرباج اللي غيربج هذا الشيء هذا كامل، بما ان هذا التورنوا غيتلعب في المغرب. فنتمنوا التوفيق من هذا الرباج هذا، ونشوفوه يتالق ويخرج كذلك المره الثانيه عاود كاحسن لاعب. وهذا اللاعب هذا اللي غادي ان شاء الله وباذن الله، ربي يحفظه، يحفظوا لنا الوالدين بعدك اولا. نشوفوه في، يعني
كيمشي تدريجيا لكأس العالم 2030 إن شاء الله. كان معكم يونس بكور من هولندا، تحية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.